ضيعتي نص عمرك كله وانت بتشتري القطايف من بره. ده بكوباية دقيق وشوية مية هتعمليها في البيت بأسهل طريقة وأنضف، وهتوفري أكتر من بره بكتير جدا، وهتعملي أضعاف أضعاف الكمية اللي انت بتجيبيها من بره. ومن الموضوع مش محتاج افتكاسة ولا أي حاجة. كل اللي عليك اللي انت تركزي في الخطوات اللي أنا هقولك عليها وازاي تظبط معاكي، وهنعملها من الألف للياء، والموضوع هيكون جنين. عايزة اقولك بقى ايه؟ عايزاها تبقى مقرمشة هقولك، عايزاها تبقى طرية برضه هقولك. النهاردة مش هسيبك غير لما تكوني أستاذة إن شاء الله بإذن الله. وكل اللي هيدوها عندك مش هيعرف اللي انت اللي عاملاه، هيفتكر اللي انت شارياها من بره، وهيقولك فين مكان الحلواني اللي انت بتجيبي منه دوت. ما تيجي النهارده يلا بسرعة كده نشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة بقى طبعا معايا هنبتدي بالشربات. والشربات بتاع القطايف بيكون تقيل شوية، يعني هنعمل كده شوية محترمين يقضونا كده مرتين تلاتة. اول حاجة بقى طبعا حطيت 3 كوبايات من السكر، وحطيت عليهم كوبايتين من المية، وهرفعهم على النار اول 10 دقايق على نار عالية. وبعد كده هعصر عليهم ليمونة بالشكل دوت كده، انزل عليهم بكيس من الفانيليا. تقدري تستبدلي الفانيليا بالقرفة لو انت حابة. وبعد كده هوطي النار واسيبهم 5 دقايق. هتلاقيها اتعملت معاكي الشربات وبقى سهل وبسيط. تعالي ندخل بقى على القطايف. في الخلاط يا اختي او في الكبة مش هيقولك لا. كوباية من المية، كوباية تانية برضو من المية، يبقى كده حطينا كوبايتين من المية. وحطيت عليهم معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة من الخميرة، ومعلقة من اللبن البودر، ورشة ملح صغيرة. وبعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق. نفس الكوباية اللي انت عايرتي بيها المية هي دي برضو اللي تعايري بيها الدقيق. يبقى كده المقادير اللي معانا سهلة وبسيطة. كوبايتين مية، كوبايتين دقيق، معلقة كبيرة من اللبن البودر، رشة ملح، معلقة خميرة، ومعلقة سكر. وضربتهم في الخلاط بالشكل دوت كده. في الوقت دوت القوام كان حلو جدا. هقولك انا هعمل ايه بعد كده، بس خليكي معايا وكملي معايا. ضربتهم كده ما كملتش دقيقتين وخلاص. على كده اتضربوا معايا. هبدأ اللي انا اصبهم في بولة. انت ممكن تخليهم زي ما هما كده في الخلاط، مفيش اي مشاكل خالص عشان ما توسخش مواعين كتير. في الوقت دوت بقى هغطي الطبق كده واسيبه يخمر لمدة ربع ساعة نص ساعة ايا كان بقى الوقت، بس علشان خاطر درجة حرارة المطبخ عندك عاملة ايه. بعد ما خمرت معايا بقت بالشكل دوت كده. صليتي على الرسول؟ صلي على الرسول وان شاء الله باذن الله هتطلع من ايديكي زي العسل. في الوقت دوت خلاص خمرت معايا. بدات اللي انا اربها بالمعلقه بالشكل ده كده. في الوقت دوت انا كنت حاسه اللي هي تقيله، بس بكدب نفسي شويه. دي تقيله يا هبه؟ لا لا، خلينا نجرب الاول اول واحده ونشوف هنعمل ايه. بعد كده جبت بقى دورق او شفشق ليه كده حرف مايل علشان خاطر اقدر اللي انا اصب بيه. بس لما جيت استعمله قررت اللي انا ما استعملوش عشان خاطر هو من غير يد. فقلت علشان خاطر كمان القطايف كلها تطلع حجم بعض، خليني استعمل مكيال او كوباية واشوف الكمية بتاعتي. اول واحدة من القطايف مش هتظبط معاكي قوي، وتاني واحدة برضو نفس القصة مش هتظبط معاكي قوي، علشان خاطر طبعا درجة حرارة الطاسة ما بتبقي مش ظبطها كويس. النار مش عارفة هي عالية ولا واطية. هل العجينة او اللي احنا عملناها محتاجة شوية مية، عايزة تتقل شوية، وهكذا. اول واحدة طلعت حلوة واتقلت معايا ومفيش اي مشاكل، واتاكلت برضو بالهنا والشفا، بس مش القطايف اللي احنا متعودين عليها. في الوقت دوت جيت عملت التانية برضو نفس المشكلة. طب ما هي الطاسة سخنت، يبقى كده العيب مش من الطاسة، العيب من الخليط بتاع القطايف ذات نفسه. وهنا قررت ان انا ازود 4 معالق من المية، يعني اقل من ربع كوباية، وقلبت كله مع بعض. في الوقت دوت ظبطت معايا والموضوع بقى يجنن. يعني اول واحدة او تاني واحدة هي اللي هتعرفك انت ماشية في المسار صح ولا في حاجة غلط. طبعا ما بتقلبهاش خالص من على النار او ما بتشيلهاش من على النار غير لما بتلاقي العجين اختفى خالص. هوريكي دلوقتي. الاول انا كنت بعمل المكيال دوت كله، وبعد كده حسيت اللي هي هتبقى كبيره قوي، رحت بقيت اعمله 3/4، يعني المكيال ده ربع كوبايه. وبعد كده في الاخر قسمت الربع كوبايه على 2، بقيت اعمل للربع كوبايه اعمل بيهم وحدتين من القطايف.
خلاص دلوقتي بصي، اول ما اللون بيبدأ اللي هو العجين يختفي، خلاص هي كده استوت، تقدري اللي انت تشيليها من على النار. بس اهم حاجة تكون النار مش عالية قوي ومش واطية قوي علشان ما تطولش معاكي على النار. ثانيا تكون ما بتلزقش الطاسة، تكون ما بتلزقش. هنا في الوقت دوت بقى خلاص كنت قربت اخلص الكمية كلها. بسم الله ما شاء الله، عملت معايا كمية كبيرة، والقطايف جميلة كده وشكلها حلو. وتقدري بقى تعمليها كبيرة صغيرة عصافيري زي ما انت عايزة، ليكي حرية الاختيار يا ست الكل. المهم اللي انت تقومي تنفذي وتجربي كده مع نفسك، هتلاقي الموضوع يجنن. ما بتاخدش على النار ثواني، اقل من ثواني والله. اول ما العجين بيبدأ اللي هو يختفي من فوق الوش بيبقى حلو قوي. انت كمان بقى ممكن تعملي ايه، تجيبي كوبايه وتعايري بيها، هتلاقي الموضوع بالنسبه لك كله طلع قد بعض. لما تعايري بالكوبايه او باي حاجه عندك كده تقدري تصبي بيها، تعايري كده بيها او مغرفه على حسب المتوفر عندك. بس اهم حاجه بقى طبعا كل ما تطلعيها من النار تطلعي واحده قطايف، تحطيها على فوطه وتغطيها بفوطه زي ما انا عملت كده. شوية تكات بس، خليكي معايا والموضوع هيبقى يجنن. انا كنت هنا بقلبها عشان اوريكي درجة السوا بتاعتها عاملة ازاي. بسم الله ما شاء الله، كلها السوا بتاعها مظبوط، لونها حلو، شكلها حلو. تعالي بقى نحشيها ونشوف الحشوة بتاعتنا. عندي شوية كده من عين الجمل، هبدأ اللي انا اضربهم في الكبة. طبعا تقدري تحشيها الحشوة اللي انت عايزاها، سواء مكسرات او اي حاجة تانية، ممكن كريمة، ممكن بلح، ممكن تعمليها حادق لو انت حابة. ضربت كده معايا شوية عين الجمل دول وهحطهم بقى في البولة. تعالي اقولك انا بحط ايه بقى مع المكسرات. لو مش متوفر عندي عين جمل بحط فول سوداني، ما بيحصلش اي حاجة خالص، وبتطلع برضو طعمها حلو. بس برضو بضربه في الخلاط شوية كده عشان يدي طعم وانت بتاكلي. هنزل بقى بشوية حلوين كده من الزبيب. عايزة اقولك لما تعمليها كمان وتحشيها كريمه او تحشيها نوتيلا بتبقى طعمها حلو قوي. بس ما تقفلهاش، اعمليها شكل القرطاس واقليها واستني لما تبرد، حطيها في العسل وبعد كده حطي بقى فيها الكريمه او النوتيلا، الموضوع هيكون جنين. بعد ما حطيت الزبيب وجوز الهند حطيت شويه كده من البندق في الكبه، وقلت افرمهم كمان معايا بالمره. هحط البندق كمان على الحشوه ديت، وهحط كمان معلقتين سكر، وهقلب كله مع بعضه. خلاص كده الحشوة بتاعتي بقت جاهزة. كمان لما بتتحشي بلح بتبقى طعمها حلو جدا، جربيها بحشوة البلح. ان شاء الله بإذن الله نعمل الحاجات دي مع بعض طول شهر رمضان، بس انا حبيت اللي انا نعملها مع بعض عشان تحفظي الوصفة عندك. بالمعلقة بقى كده وتبدأي اللي انت تضغطي عليها، بتتقفل بكل سهولة. عارفين انا ساعات كتير مثلا اكسل اللي انا اعملها واروح جايباها من بره، والله العظيم يعني عايزه اقول لكم اللي هي بتكون سيئه جدا. ثانيا بتعذب جدا عشان اعرف اللي انا اقفلها يعني، وبيبقى صعبان عليا النص كيلو دفع فيه حوالي 20 جنيه او 25 جنيه. ما بالك بقى بعد غلاء الاسعار اللي حصل لنا الايام اللي فاتت ديت، القطايف هتوصل كام؟ ده الدقيق دلوقتي شوفي وصل كام. فاعمليها في البيت احسن لك واضمن لك وانضف ليكي وانضف للولاد، وهترمي معاكي كميه كبيره. طبعا انا عاملاها مقاسات مش مقاس واحد علشان خاطر ايه، يعني الكبيره قوي دي عملت معايا ربع كوبايه، والوسط عملت من ربع كوبايه، عملت يعني ايه، خدت تلات ارباع ربع الكوبايه. احسبيها بقى انت زي ما تحسبيها. الصغيره عملت ربع الكوبايه على 2 كده. خلاص بعد ما حشيتها كلها بسم الله ما شاء الله، وكمان يلا بينا نقليها ونشوف شكلها عامل ازاي. انا عن نفسي رمضان جه عندي النهارده، انتوا بقى لسه فاضل شويه ورمضان يجيلكم ان شاء الله. هنقليها بقى في الزيت، بس الزيت يكون سخن شويه. حطيت بقى طاسه على النار فيها شويه حلوين كده من الزيت، ومش هتفتح معاكي في الزيت ما تقلقيش. وهوريكي الزيت بعد ما خلصنا الكميه كلها، الزيت نضيف وزي الفل وما شربتش زيت كتير، يعني يعتبر مناسبه جدا. بس انا لما بطلعها بقى من الزيت علشان خاطر بحبها مقرمشه، ما بحطهاش في العسل على طول، بطلعها على مصفى. وهنا بقى السر بتاع القرمشه، عايزاها تبقى مقرمشه معاكي وهسمعك الصوت بتاعها،
طلعيها على مصفى وسيبيها تتصفى براحتها وتنشف كده، وبعد كده تروحي حطاها في الشربات. لكن انت بقى لو عايزاها طريه وتبقى طعمها كده طري معاكي من بره ومن جوه، حطيها على طول على العسل. لكن انا بعملها كده في المصفى، بتطلع بقى معايا مقرمشه من بره وطريه من جوه وجميله وزي العسل. في الوقت دوت حمرت الكميه كلها، والزيت اهو بسم الله ما شاء الله زي الفل، مفهوش اي حاجه وقعت جواه ولا في واحده اتفتحت ولا اي حاجه، ويعتبر ما شربتش زيت كتير. تعالي بقى نحطها في العسل. ده كده قوام العسل اللي انا عاملاه، عسل تقيل. عايزه تخففيه عن كده ما تسيبوش على النار كتير، بس انا بحبه القوام بتاعه كده لان برضو بصفي القطايف منه. هنزل بقى بالقطايف بعد ما اتصفت معايا كويس جدا من الزيت، وهديها تقليبه كده. وبعد كده مش هطلعها رصها في طبق التقديم على طول، انا هرجعها تاني في المصفى عشان خاطر برضو تصفي معايا العسل اللي احنا حطيناه في قلبيها، لان العسل تقيل جدا فهيمسك فيها. هحاول كده على قد ما اقدر اللي انا اللي احس اللي هي اتغرقت من العسل كده وشربت منه، هحاول اللي انا اطلعها واحطها في المصفى. اتفقنا؟ لو انت عايزاها مقرمشه هتصفيها الاول من الزيت بتاعها وتسيبيها تبرد، لو عايزاها طريه حطيها على طول على الشربات. في الوقت دوت خلاص كانت خلصت معايا، وبسم الله ما شاء الله زي العسل، طعمها يجنن. هفتح لك واحده واسمعك الصوت دلوقتي وتشوفي كل حاجه بالتفاصيل. هرش بس على وشها كده اي حاجه بقى، ممكن شويه جوز الهند، ممكن تسيبيها ساده كده زي ما انت عايزه براحتك يعني. انا رشيت على وشها كده شويه مكسرات. تعالي بقى معايا نسمع كده الصوت بتاعها ونشوف بقى الجمال وصوت القطايف الجميل اللي زي العسل. هستناكي بقى تجربي الوصفه وتصوريها وتحطها لي في الكومنتات ان شاء الله باذن الله. ولو انتي مش عامله متابعه يلا بسرعه اعملي متابعه وكومنت حلو زي العسل زي كده، وما تنسيش اللايك. طبعا سمعتي الصوت وشفت كل حاجة بنفسك. عايزة اقولك جميلة، مقرمشة من بره وطرية من جوه، حاجة كده زي العسل. ولو عايزاها طرية خالص براحتك، انا قلتلك الخطوات واعملي اللي يناسبك. كده خلاص. بص الحجم الصغير وده كده الحجم الكبير، بسم الله ما شاء الله زي العسل. حاجة كده جميلة، وكمان انضف واوفر بكتير جدا من بره. يلا حطي الوصفة عندك احفظيها علشان خاطر تنفذيها ان شاء الله باذن الله. بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات. ما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتكتبي لي بتتفرجي عليا منين. كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم. استني ما تنسيش تشيري بقى الفيديو كده عندك علشان خاطر كل صحابك وقرايبك يعملوها في البيت او فلهم، واحسن لهم ما يشتروها من بره. عايزة شير كتير كده لكل حبايبكم. كل سنة وانتم طيبين.